بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن مباراة النادي الاهلي والصفاقسي، المباراة الودية اللي كانت في معسكر النادي الاهلي في دبي. النادي الاهلي في المعسكر بشكل عام استفاد جدا من المعسكر. بيسيرو قدر يقرب من اللاعبين، قدر يعرف اللاعبين بشكل اكبر، قدر يستفيد بشكل كويس جدا. انه يرفع الحمل التدريبي للاعبين، الحمل التدريبي والبدني. شفنا كان بيتدرب الصبح واخر النهار. العوامل كلها ساعدت بيسيرو في نجاح المعسكر. قدر يقرب من اللاعبين. احنا شايفين اللاعبين بيلعبوا في مباراة دبي وفي مباراة الصفاقسي بيلعبوا بنفس، بلغة الكورة بيلعبوا بنفس، بيلعبوا بروح عالية جدا، بيلعبوا كل لاعب بيحاول انه يطلع امكانياته. اول مره نشوف عبد الله السعيد بيجري وبياخد سبرنتات، بيسدد الكم الرهيب ده من بره المنطقه. عندنا احمد حمدي ادى وهو لاعب ممتاز جدا، وان شاء الله هيكون ليه مستقبل كبير. لاعب عنده شخصيه، ملتزم جدا جوه وبره الملعب، بيلعب السهل، ما بيصعبهاش على نفسه. مش هنتكلم عن لعيبه، احنا هنتكلم عن المعسكر بشكل عام، وهنتكلم عن مباراة الاهلي والصفاقسي تحديدا. مباراة الاهلي والصفاقسي كانت مباراة جيدة جدا. الاهلي قدر يمتع فيها جمهوره. ما يعيب النادي الاهلي فقط هو انهاء الهجمة بشكل مميز. بيسيرو في المباراة دي كان بيحاول يثبت تشكيلة، او بيحاول يشوف الخطة والطريقة اللي هيلعب بيها. بنسبة كبيرة جدا الاهلي عندنا ان شاء الله هيكون نسبة تعدي ال90%. في عندنا عناصر اساسية بقت موجودة في النادي الاهلي. شريف اكرامي، رامي ربيعة، احمد حجازي، صبري رحيل على الجانب الشمال، حسام عاشور، حسام غالي، عبد الله السعيد. دول بنسبة تعدي 90% هيكونوا متواجدين كل ماتش. الجبهة اليمين احمد فتحي، باسم علي، هيكون فيها مناوشات ما بين الاتنين. اللي هيقدر يلعب، هل خبرة احمد فتحي، هل امكانيات باسم علي في الفترة الاخيرة. ده الجبهة اليمين. الجناحين من الاهلي هيلعب 4-2-3-1، ودي الخطة اللي وضحت انه بيسيرو هيكمل بيها. الجناحين ممكن يقدر يلعب بايفون. طبعا عندنا بنسبة تعدي 70% مؤمن زكريا هيكون موجود. الباقي المكان ده ممكن يلعب فيه احمد الشيخ، ممكن يلعب فيه محمد حمدي زكي، ممكن يلعب فيه صالح جمعة، ممكن يلعب فيه ايفونا. فعندك كم كويس جدا. على الجانب الهجومي احنا عندنا 3 اساسيين، او 3 هيبقوا في الصورة: جون انطوي، ايفونا، عمرو جمال. بيسيرو بيفضل جون انطوي، بس بالمستوى اللي عمرو جمال قدمه امبارح، بالروح اللي كان بيقدم، بالطريقة اللي عمرو جمال هيزاحم جون انطوي، وهيزاحم ايفونا على المركز ده. اتمنى انه يعني كل لاعب يطلع الامكانيات. اتمنى طبعا ان احنا نشوف محمد حمدي زكي واحمد الشيخ. انا على المستوى الشخصي اتنبأ لهم بمستقبل كبير. وطبعا ما نقدرش ننسى افضل شيء استفدناه من المعسكر، المستقبل احمد حمدي، لاعب اللي ما شاء الله عنده 16 سنة، ومع هذا ادى مستوى جيد جدا في المعسكر بشكل عام. هنتكلم النهاردة عن نبدأ في المباراة دي. بداية كده التشكيل: شريف اكرامي، باسم علي، شريف حازم، محمد نجيب، صبري رحيل، حسام عاشور، حسام غالي، مؤمن زكريا، وعبد الله السعيد، واحمد حمدي، وعمرو جمال. دي كانت التشكيلة 4-2-3-1. دي كانت تحركات على الجانب الدفاعي. دي كانت تحركات باسم علي وصبري رحيل، كانوا دايما بيغطوا التغطية العكسية. ودي من احد المباريات القليلة قوي اللي احنا شفنا فيها ظاهري الجنب في النادي الاهلي بيغطوا التغطية العكسية كما يجب، وتحديدا صبري رحيل امبارح انا اقدر اديله 10/10 على الجانب الدفاعي، اقدر اديله 9.5/10 على الجانب الهجومي. صبري رحيل كان من اللاعبين الممتازين. حسام عاشور امبارح كان مغطي المنطقة دي بسم الله ما شاء الله، زي كل مباراة مغطي منطقة نص الملعب قدام الاتنين مدافعين. لما بيبقى فيه هجمة وبيتقدم حسام غالي فهو بيقدر يسد. فحسام عاشور كان بيلم الدنيا كلها بشكل كبير. على الجانب الهجومي عبد الله السعيد كان محور الاداء بجانب مؤمن زكريا واحمد حمدي. كمان بيسيرو كان مديهم حرية حركة شديدة جدا، كل لاعب بيتحرك لوحده. وكمان حسام غالي، يعني احنا كنا بنلاقي عبد الله السعيد احيانا بيرجع مكان حسام غالي، وحسام غالي بيطلع قدام. حسام غالي كنا بنلاقيه جوه المنطقة، حسام غالي كنا بنلاقيه جناح.
كذلك احمد حمدي كنا بنلاقيه جوه المنطقه، كنا بنلاقيه ورا بيدافع. هو بسيرو ادى حريه الحركه كبيره جدا في الاربعه، غالي ومؤمن زكريا والسعيد وحمدي. ما اعتمدش على فكره ان انا هعتمد على الثبات الهجومي او الارتكاز والتمركز. لا، هو كان بيعتمد على اللامركزيه. كل لاعب ملوش مركز، هي الهجمه بتبقى الخماسي ده بيهاجم. حتى كمان عمرو جمال، احنا كنا بنلاقي عمرو جمال بيسقط احيانا، بيستلم وبيبني هجمه. بجانب باسم علي وصبري رحيل اللي كان مديهم حريه ان هم يطلعوا يعملوا جبهات، خصوصا جبهة مؤمن وصبري رحيل. لما كان مؤمن بيميل الناحية التانية كان بيعمل جبهة كويسة جدا، لما كمان كانوا بيسندوا على عبد الله السعيد. جبهة شمال امبارح كان محور الأداء بصورة كبيرة، هنتكلم عنها باستفاضة ان شاء الله. ده كان الشكل الهجومي للنادي الاهلي. نستعرض الاول الهدفين ان شاء الله. الهدفين صورة بالكربون، كل لاعب او خطأ دفاعي من شريف حازم في البداية. محمد نجيب متمركز صح لكن قلشت لسوء حظه. الناحية التانية طبعا الثرو باص العالمي بتاع حسام غالي. مؤمن واقف بالعرض لعمرو. طبعا هي كده لو كانت عدت من مدافع كانت هتروح لعمرو، وعمرو كان هيقدر يستفيد بيها، لكن خطأين من نيران صديقة. نتكلم بعد كده على اسلوب هجوم النادي الاهلي الرباعي. رباعي خط الوسط الهجومي في النادي الاهلي: حسام غالي، احمد حمدي، وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، اللي كان عندهم حريه حركه كبيره جدا. كل واحد بيتحرك في مكان. حسام غالي كان بيطلع يمين وشمال، كذلك احمد حمدي ومؤمن زكريا ما كانش عندهم ثبات. عبد الله السعيد كان بيتحرك يمين وشمال برضو، وده كان مدي مساحه وحريه حركه لعمرو انه يرجع يستلم وانه يتحرك يمين وشمال جوه المنطقه. ما كانش عمرو ثابت، لا كان في حريه حركه في الخماسي اللي قدام، كان مدينا حريه حركه كبيره جدا. بسيرو كان مديهم الحريه واللامركزيه، واللعيبه كمان ما كانتش بتلعب بفلسفه. كل لاعب كان بيجيله الكوره كان بيسلم وبيستلم وبيبني هجمه بشكل كويس. المباراه دي من اكتر المباريات اللي احنا شفناها النادي الاهلي في الفتره الاخيره اللي بيفكر انه يسدد من بره المنطقه، وده سلاح قوي جدا، وخصوصا ان احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى في نقطه التسديد. اهمهم عبد الله السعيد اللي سدد امبارح اكتر من 4-5 كرات على المرمى، منهم الكوره دي. عبد الله قطع من البدايه، سلم مؤمن على حدود المنطقه وبيشوط عبد الله بيفكرنا بمستوى عبد الله من مده كبيره قوي. احنا كنا محتاجين المستوى ده. بصوا هنا عمرو جمال استلم وظهره للجون، حط الاتنين مدافعين في ظهره، فضى تماما المساحه لعبد الله السعيد اللي هيستلم. مساحة التسديد فاضية تماما، حطها بليسنج لكن للأسف ما راحتش. ادي كمان وليد سليمان، عبد الله بياخدها على الطاير. هنا السبرنت ده يفكرنا بعبد الله السعيد اللي احنا عايزينه. سبرنت عبد الله السعيد، لو رجعنا هنا تاني ونبص على الكورة ونشوف عبد الله كان فين. عبد الله متأخر جدا، الكورة اتقطعت، عبد الله الاسرع، وعبد الله مش لاعب سريع، ومع هذا الحمل البدني اللي عمله بيسيرو رفع الحمل البدني والمجهود البدني للعيبه، خلاهم حتى كمان يقدروا يعملوا سبرنتات. بص متعب، حتى متعب اللي احنا بنقول دايما انه مجهود البدني اقل كتير، متعب في المباراه دي قدر يعمل سبرنت ويعدي فيه المدافع بشكل جيد جدا. وعشان كده وضحت لمسة بيسيرو على الفريق. بيسيرو مدرب جيد جدا ومدرب ممتاز، وان شاء الله بأمر الله هيكون ليه دور كبير. نتفرج على الجبهة اليمين وتحركاتها. باسم اتحرك بيطلع لقدام، مؤمن واحمد حمدي بيضموا مع عمرو جمال، وبيبقى عندك 3 جوه المنطقة. حسام غالي وعبد الله السعيد بيكونوا ورا المنطقة، حسام عاشور بيلم ورا باسم، حازم بياخد خطوة علشان خاطر يقفل مكان باسم، محمد نجيب وصبري رحيل بيقفل في التغطية العكسية بشكل ممتاز. نتفرج على بعض الهجمات اللي كانت من ناحية الجبهة اليمين. ادي باسم علي سبرنت كبير جدا، مجهود في اول المباراة، وعمرو كان يحتاج شيء من الحظ البسيط. عمرو جمال في المباراة دي، وكان قدم لنا طابلو رائع. المباراة دي او عفوا الهجمة دي من افضل الهجمات في النادي الاهلي. لمسة واحدة، كل كورة خارجة عارفة هي رايحة فين، كرة بتتنقل من ناحية الشمال، من اقصى الشمال لاقصى اليمين،
هنا ادي باسم خد اللاعب بسرعته وخد فاول. الهجمة دي من افضل الهجمات في النادي الاهلي في المباراة دي. كرة بتاعت وليد سليمان اللي رفعها بالعرض وصادت لعبد الله السعيد وخدها على الطاير. الجبهة اليمين امبارح ما كانتش بنفس القوة بتاعت الجبهة الشمال، ولكن ادت ما عليها. اتفرج على الجبهة الشمال نفس التخطيط تقريبا بيحصل، ان حسام عاشور بيلم مكان صبري رحيل، محمد نجيب، شريف حازم بيضمه شويه، وباسم علي بيغطي التغطيه العكسيه كما يجب. حسام غالي وعبد الله السعيد بيطلعوا لقدام بيلموا ورا عمرو مؤمن وحمدي اللي بيتقلبوا راس حربه، وبيبقى عندك 3 جوه المنطقه. ودي كانت عامله كثافه هجوميه للنادي الاهلي امبارح في الكرات العرضيه. معظم الكرات العرضيه الاهلي امبارح كان جوه المنطقه اكتر، مع تتظبط بس شويه عندنا. لو بصينا في 3 جوه المنطقه المره دي كان حسام غالي، عبد الله السعيد راجع هنا، مفيش مركزيه، كل لاعب بيتحرك للمساحه الفاضيه. عبد الله نازل بيستلم بيبني. بص السلاسه في نقل الهجمه، المساحه الكبيره جدا. عبد الله مره تانية بيدي للاوفرلاب اللي عمله صبري رحيل. الكرات بمنتهى السهوله بتتلعب في انسيابيه. لو بصينا على الهجمه دي كمان كرة عن صبري رحيل، محتاج بس صبري يظبط شوية العرضيات، وعشان كده انا امبارح اديله 9.5 على الجانب الهجومي، لانه ناقص له النص ده انه يظبط العرضيات افضل من كده. وظبط العرضيات افضل من كده هيبقى خيالي، هينسينا ناس كتير عدت، او هينسينا بمعنى اصح الفراغ اللي سابه ناس كتير في النادي الاهلي، زي محمد ابو الله يرحمه، زي جilberto، زي سيد معوض. الناس اللي سابت اثر كبير في الجبهه الشمال في النادي الاهلي. ده مؤمن، الكرة دي كنت اتمنى ان مؤمن من هنا يباصي، لكن هو زودها. كل دي الكرات من الناحيه الشمال. هنا الاجاده والاشاده بصبري رحيل. صبري ما جريش ورا الكوره وخلاص، صبري عارف هو رايح فين، لحظه المناسبه من غير اي ارتكاب لاي خطأ بيسجل. بيقطع الكوره عفوا وبيطلعها ضربه ركنيه. دي المساحه بتاعت الرباعي بتاع خط الوسط، الرباعي الهجومي، حسام غالي، احمد حمدي، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد. ما كانش عندهم نقطه معينه بيلعبوا فيها، لا كل لاعب كان بيتحرك حسب المساحه. حسام عاشور وحسام غالي وعبد الله السعيد لما كان بيرجع يدافع كان بيغطي المنطقه دي. الاهلي امبارح كان الخطه الاساسيه بتاعته هي 4-2-3. في حاله الهجوم بيبقى الخطه بتتقلب ل4-1-4-1 مع تقدم غالي. في حاله الدفاع الخطه كانت بتتقلب ل4-3-2-1 برجوع عبد الله السعيد وحسام غالي يضغطوا ويدافعوا ورا. المساحه دي او مساحه نص الملعب، الاهلي امبارح كان ممتلك نص الملعب، عشان كده الاهلي كان شكله حلو. مش ممتلك نص الملعب وبس، لا ممتلك نص الملعب وبيلعب السهل الممتنع. كل لاعب عارف دوره وكل لاعب عارف مركزه، وبالتالي دي كانت مسهله كتير قوي في نقل الهجمه في الانسيابيه بالشكل اللي احنا شفناه. عشان كده اتمنى انه ده ان الاداء ده يستمر النادي الاهلي. اتمنى ان احنا نقدر نشوف الاهلي بيستمر على الوضع ده، مع تظبيط بعض الاخطاء الدفاعيه خصوصا في العمق، ومع يبقى في توفيق ان شاء الله بامر الله في انهاء الهجمه، وتدريب اكتر من اللاعبين عشان يقدروا ينهوا الهجمه بشكل كويس. بشكل عام المعسكر انا شايف انه كان معسكر ناجح جدا. بيصيروا عجبني جدا كمان بقراره النهارده بحته انه محتاج مباراه فنيه تانية علشان خاطر يجرب اللعيبه اللي ما قدرش يجربها في المعسكر للاصابات، بلس لعيبه منتخب الاولمبي اللي ما انضمتش للمعسكر. كل ده يدل انه بيصيروا فاهم شغله كويس، ومش جاي بس عشان يحقق بطولات، لا هو جاي كمان يلعب بشكل كويس ويبني فريق. بدأ يعتمد على قطاع الناشئين بشكل كويس، بدأنا نشوف لعيبة عندها 16 وعندها 17 وعندها 18 سنة بتلعب في النادي الأهلي. صفقات النادي الأهلي الفترة الأخيرة كلها كانت لعيبة صغيرة، عشان كده أنا متفائل جدا بالمستقبل إن شاء الله، متفائل جدا ببيسيرو. إن شاء الله القادم يكون أفضل. أتمنى في النهاية إن أنا ما كنتش طولت عليكم، وأكون قدمت حاجة تساعدكم.
دي صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة شعب الاهلي وصفحة الاهلي فايترز. اتمنى ان انتوا تدعمونا، وان شاء الله آه تشوفوا عندنا حاجة كويسة، ونقدم لكم دايما وابدا الشيء اللي يرضيكم.